صباح الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في لايف سريع كده. هجاوب فيه على سؤال مهم جدا جدا وصلني، فاللي سمعني يقدر يعمل لي كده اوكي انه سمع الصوت. النهارده هتكلم معاكم عن سؤال جالي، بيقولوا لي ليه الدنيا بتقفل في وشنا، وليه ان احنا مش بنلاقي الحاجات اللي احنا عايزينها، والحياة زي ما تكون ماشية معانا بالعكس. فاذا هنجاوب على السؤال ده، بس ارجعوا قولوا لي ان الصوت اوكي معاكم، يا ريت تقولوا لي ان اوكي الصوت واضح. طيب، هنجاوب على السؤال ده. ليه الدنيا بتقفل في وشنا؟ ليه الدنيا احنا مهما عملنا ومهما قدمنا بنحس ان الدنيا ماشية العكس؟ هو الحقيقة ان الدنيا هي ليها سيستم وليها طريقة كده لازم نفهمها ونستوعبها يا جماعة. الدنيا ما بتمشيش على حسب ما احنا عايزين، الدنيا ليها قوانين معينة وانت عليك تفهم القوانين دي، ولما تفهم القوانين دي تطبقها فهتلاقي السهولة واليسر في حياتك. كويس. فاذا الدنيا لما نقول كلمة ان ليه الدنيا مقفلة في وشي، يعني معناها ان انت شايف الدنيا من منظور واحد بس، او شايف الدنيا هي المفروض تكون بالطريقة دي، او عندك التوقعات عالية جدا على اللي انت متوقعه من الدنيا دي، متوقعه بقى من الدنيا، متوقعه من الناس، متوقعه من نفسك، وهكذا. اذا في كل مرة انت حطيت وعليت سقف توقعاتك، معناها ان انت عندك مشكلة كبيرة كبيرة، وهتلاقي فعلا الدنيا بدأت تتقفل في وشك. اذا اعرف ازاي ان الدنيا متقفله في وشي؟ عشان اعرف كده لازم اعرف هي ايه الدنيا دي اساسا. الدنيا يا جماعه هي عباره عن زي بحر كده، او زي مجرى مائي كده، نقول ايه عليها؟ مجرى مائي كده، زي بحر، نهر، نهر، بحر، وات ايفر انت كده. وبعدين انت نفسك في المجرى ده توصل للنقطه دي نفسك توصل للحاجه دي مثلا اللي انت نفسك فيها، ايا كانت، زوجة كويسة، فلوس، صحة، ولاد، مركز، تشتري حاجة نفسك فيها، وات ايفر انت نفسك تشتري الحاجة دي، كويس، او تاخد الحاجة دي. سريان النهر ده او سريان البحر ده بيمشي بالطريقة دي، كويس. فانت هنا فبتفكر ايه؟ انت هنا في البحر هنا، فانت بتفكر ايه؟ انا لازم اعوم علشان اروح اجيب الحاجة اللي انا عايزها. فاللي بيحصل ايه؟ ان انت بتعوم ضد التيار بتاع النهر ده. فاذا اللي بيحصل لك ايه؟ ان انت اعصابك بتتعب، كويس، وافكارك بتبقى مشوشه، وبتبقى مش عارف توصل للي انت عايزه، وبيضيع عمرك وانت بتحارب النهر ده، بتحارب السريان ده. فعشان خاطر توصل للي انت عايزه لازم تطلع من النهر ده، تطلع بره وتقف على الشط وتفكر ازاي تقدر توصل للحاجة اللي انت عايزها دي. طول ما انت في وسط النهر ده، طول ما انت في وسط المشاكل، طول ما انت في وسط قلة المال، طول ما انت في وسط حاجات ماشية عكس اللي انت عايزها، مش هتقدر توصل للي انت عايزه. عرفتوا ازاي يا جماعة؟ فمش هتقدر توصل الا لما تقبل ان الحياة كده، ان التدفق بتاع الحياة كده، ان السريان بتاع الحياة هو كده، وان عليك انت اللي تتغير، مش الحياة. لان انت لو اعتقدت ان الحياة هتتغير علشانك، الحياة ما بتتغيرش علشان حد. الحياة لازم نفهم القاعدة دي كويس جدا جدا يا جماعة. الحياة ما بتتغيرش على حد. الحياة هي سريان بتفضل ماشية، مشيت ورا السريان ده يبقى انت تمام التمام وهتبقى كويس. مشيت عكسه عشان انت عايز شيء ومعتقد انه انت لازم تحارب عشان تحصل على الشيء ده، فالنتيجة هتكون دمارك. دمارك هتنسفك. التيار بتاع الحياة ده هينسفك. فعشان خاطر تقدر توصل لأي شيء انت عايزه لازم تطلع بره المشكلة وتبص عليها من بعيد، وتبدأ تفكر، تستخدم العقل اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهولنا عشان نطلع من المشكلة اللي احنا فيها دي، او ناخد الحاجة اللي احنا عايزينها، او نوصل للحاجة اللي احنا نفسنا فيها. لازم نشغل العقل ده. طب العقل ده لو انه عنده البيانات اصلا وعنده المعلومات كان حطك في مشكلة من الاساس؟ ما كانش حطك في مشكلة من الاساس. ولكن المشكلة ان العقل ما عندوش بيانات تطلعك من المشكلة دي او توصلك للي انت عايزه. وعشان تقدر تطلع او توصل للي انت عايزه لازم تزود العقل ده ببيانات ومعلومات جديدة. لازم توصل له معلومات جديدة علشان يقدر
يخليك توصل للشيء اللي انت عايزه. ولو انت فضلت على المعلومات اللي عندك مش هتقدر توصل لشيء. فلو انت بتفكري ان جوزك لازم يكون بطريقه معينه، وانت بتتصرفي معاه بكل حب وبكل رحمه وبكل عطاء وبكل تفاؤل ومفيش تغيير، معنى كده انت ماشيه عكس التيار، معنى كده ان انت مش ماشيه بالطريقه الصح، معنى كده ان انت ماشيه عكس الفلو، معنى كده انه في طريق تاني انت لازم تطلعي بره المعادله دي عشان تفهمي الطريق التاني اللي تقدري تدخلي لجوزك منه. وكذلك انت لو بتدور على مال او بتدور على دخل زياده او هكذا، انت اتخذت كافه السبل ان انت تروح للرزق او تسعى للرزق، ولكن السبل كلها متعطله، السريان بتاعك متعطل. فعليك تعمل ايه؟ عليك تقف بعيد في مكان محايد وتبص على الوضع كله. ليه انا بواجه نقص في الفلوس؟ ايه الطرق اللي اقدر استخدمها عشان يجي لي فلوس؟ لو انا مش عارف الوسائل اللي اقدر اشغل بيها عقلي عشان تدخل لي الدخل التاني. طيب احنا مهم نفهم حاجة مهمة جدا يا جماعة، احنا في الليلة دي كلها ربنا شايفنا سبحانه وتعالى، وشايف كل الصراعات اللي احنا بنعملها دي، وشايف ان انت عمال تعافر في الدنيا تعافر في الدنيا وهكذا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو اليسر. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يفك لك ازمتك دي بحاجة بسيطة جدا ممكن ما تخطرش على عقلك. عشان كده مهم جدا لما عقلك يقف عن التفكير او يقف على انه يوصل للشيء اللي هو عايزه، يرجع لمين؟ يرجع لليسر، يرجع لربنا سبحانه وتعالى، ويبدأ يسأل ربنا سبحانه وتعالى ويقول له اطلع من المشكلة دي ازاي يا ربي؟ دلني ايه الطريق اللي انا المفروض اخده عشان اطلع من المشكلة دي، او دلني ايه الطريق اللي انا لازم اخده علشان خاطر اقدر ان انا اخد الحاجة اللي انا عايزها. فربنا سبحانه وتعالى بعلمه المطلق هيبدأ يبعت لك اشارات علشان خاطر تقدر تطلع من المشكلة دي. وانت كمان عليك دور الدور بتاعك ان انت تغذي العقل ده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه؟ اقرأ. ليه اقرأ؟ لان انت لما تقرأ وتتعلم وتدور على النت وتدور على الكتب وتدور على حل لمشكلتك بنفسك، العقل هيبدأ يتفتح. فلما يتفتح هيشتغل عندك اليسر. فلما يشتغل اليسر هتبدأ تفكر ازاي تزود دخلك، ازاي زوجك يكون كويس معاكي، ازاي ولادك يكونوا صالحين، ازاي ان الدنيا ما تتقفلش في وشك. عرفتوا ازاي يا جماعة؟ مهم كمان ان احنا نفهم ان ما دام الدنيا اتقفلت في وشك معنى كده ان انت رافض التوسع. يعني ايه رافض التوسع؟ الكون ده كله يا جماعة عبارة عن توسع. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال ان هو عمل السماء وانه برحمته موسع للسماء. يعني اذا الكون ده كله ماشي على التوسع يعني ايه؟ يعني اي حاجة وقفت في طريقي معناها بتقولي ان انت ماسك في الحاجة اللي انت فيها دلوقتي ومش عايز تتوسع، اتوسع. الاغلب لما بيحصل له مشاكل اللي بيحصل ايه؟ انه بينغلق على نفسه ويتضايق ويحزن ويتألم ويقول ليه يا رب كده؟ ليه عملت فيا كده وكذا؟ فيرفض التوسع، يرفض فرصة انه يكون احسن، وبيعتقد انه ربنا بعت له الابتلاءات دي عشان يكون اسوأ. وهو العكس صحيح، انه ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك الحاجات دي عشان تتوسع وتقدر ان انت توصل سبحان الله للنور الالهي، او تقدر ان انت تقوم بدورك في الحياة دي. اذا انت ترفض التوسع، ايه اللي هيحصل لك لما انت ترفض التوسع؟ هيجي لك اكتئاب، هيجي لك حزن، هيجي لك خوف، هيجي لك قلق، هيجي لك شعور سلبي. هتبدأ تترجم الشعور ده بانك انت تأذي اللي حواليك او تضايق اللي حواليك او تتكلم كلام مش كويس، انه الدنيا وحشة، الدنيا صعبة، الدنيا مش ماشية زي ما انا عايز، لا الحياة مقفلة في وشي، لا كذا كذا. وهو في الحقيقة انه عقلك ما عندوش اي معلومات عشان يوسع عليك الحياة، ما عندوش. فعشان كده مهم جدا يا جماعة ان احنا في الوقت اللي نعتقد فيه ان الدنيا اتقفلت في وشنا نرجع لنفسنا. ايه اللي انا مضيقه على نفسي ورفضه عشان كده انا بواجه المشكلة دي؟ ممكن يكون انت اعتقادك عن نفسك مثلا، انت معتقد عن نفسك ان انت ما تقدرش تعمل الشيء ده او ما تقدرش تنقل الشغل الجديد ده عشان ممكن ما يجيلكش رزق جديد. فده نوع من انواع التعقيد او نوع من انواع اللي هي التقليق، يعني تضييق الحياة عليك. عرفت ازاي؟
ولكن علينا ان احنا نخوض التجارب ونخوض ونشوف ايه اللي ورا البيبان اللي احنا خايفين نفتحه، ايه اللي ورا البيبان ده. لازم نفهم ان الحياة باب ورا باب ورا باب ورا باب ورا باب، كل باب اتقفل قدامك في مليون باب مفتوح تاني، ولكن لان العقل ما عندوش الا باب او بابين او 3 ابواب فبيسدلك الدنيا، فهتشوف الدنيا مقفلة في وشك. اذا هرجع تاني واقول الحياة عبارة عن سريان، مشيت مع سريان الحياة ده ومع النهر الجاري ده انت الكسبان. وقفت في وسط النهر واعتقدت ان انت هتعوم ضد التيار علشان توصل للشيء اللي انت عايزه، انت هتهلك نفسك. غير كده عايز تحل اي مشكلة انت فيها، اطلع بره المشكلة تماما، كأنك راكب طيارة هليكوبتر، كأنك راكب طيارة هليكوبتر كده كويس. الطيارة الهليكوبتر تشوف الموقف كله من بعيد كأنك طرف محايد، وتسأل نفسك ايه الطرق اللي انا اقدر اطلع بيها من المشكلة دي او اوصل للشيء اللي انا عايزه. وابدأ اعمل لستة. الليسته دي فيها ايه؟ الليسته فيها كل الحاجات اللي انت نفسك تعملها. انا نفسي اسافر، انا نفسي اتجوز، انا نفسي اخلف، نفسي يكون عندي فلوس، نفسي كذا كذا كذا، ولكن كون اكتر تحديد. اكتر تحديد يعني ايه؟ يعني نفسك في كام ولد مثلا، نفسك في قد ايه فلوس. ابدأ بدايات بسيطة، ابدأ بدايات بسيطة، لأن أنت كل ما بتبدأ بدايات بسيطة البسيط بيتوسع. زي ما أنا قلت لكم إحنا بنبدأ بطوبة صغيرة، وبعدين الطوبة الصغيرة بتجيب طوبة تانية، وبعدين بتجيب طوبة تالتة، وبتجيب طوبة وبيبدأ يتبني الجدار اللي هو بتاع العمارة اللي أنت عايزها مثلا. عرفتوا ازاي يا جماعه؟ فاذا لازم نفهم ان سير الحياه ما بيمشيش مره واحده، ما فيش حاجه بتيجي مره واحده، ولكن كل حاجه بتيجي بتتدرج وبتتسلسل. انت خدت الطريق بتاع اليسر هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى ميسر لك كل شيء. خدت الطريق بتاع العسر اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيسر لك اللي انت اخترته، لانه ده اختيارك. عرفتوا ازاي يا جماعه؟ فاذا اي وقت او اي حاجه لقيت فيها الدنيا مقفله في وشك لازم ترجع لنفسك وتعرف ان انت مش بتتوسع، ان انت رافض التوسع، ان انت رافض ان الناس يكونوا مختلفين، رافض ان الناس تكون مثلا انانيه، رافض ان الناس تكون مثلا بتوع مصالح، رافض ان الناس مثلا يكونوا مش كويسين، رافض ان انت تقبل انه في اختلاف في الكون، رافض ان انت تكتشف نفسك داخليا، تعرف نقاط قوتك، تعرف نقاط ضعفك، رافض ان انت تكتشف الحياه. وطول ما انت رافض تكتشف الحياه يبقى يعني معنى كده ان انت ماشي عكس التيار، ولما تمشي عكس التيار هيهلك عمرك كله ومش هتقدر توصل للي انت عايزه واللي ربنا كاتبه لك. لازم نفهم ان خير ربنا كبير جدا 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 جدا، ولكن المشكلة الوحيدة اللي عند البشر هم الخوف انهم يفتحوا ابواب جديدة لنفسهم. هم بيعتقدوا ان هم عارفين الطريق وان هو ده الطريق، ولكن الحقيقة انه هو حياتنا مش طريق واحد، حياتنا ملايين الطرق وعدد لا محدود من الطرق وعدد لا محدود من الاحتمالات، وعليك ان انت تسعى بكل الطرق بالاستعانة بربنا سبحانه وتعالى انه يفتح لك الطرق. غير كده هتفضل الدنيا مقفلة في وشك. فلما تحس بالشعور ده ارجع لنفسك، ارجع لنفسك وابدأ الأسئلة. اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ طب الطريق ده ما جاش، طب اجرب الطريق ده، طب اعمل كذا، طب اقرا، طب مين الناس اللي مروا بنفس التجربه بتاعتي وحصل ايه، طب ايه الحلول البديله، وابدا اعمل لسته كده بقى الحاجات اللي انا عايزها. ليه نكتب الليسته دي؟ ليه؟ لانه العقل مشكلته كمان انه بيقفل لك الدنيا ويحسس لك المشكله كبيره وعظيمه وان انت مش هتقدر تحلها، ولكن لما تحط الحاجه قدامك في ورقه هتكتشف قد ايه المشكله بسيطه وقد ايه ربنا هيسر لك حلها. لو انت قعدت ومسكت ورقه وقلم وكتبت كتبت عشان توضح لعقلك ان التهويل اللي هو عامله مش حقيقي، ان المشكله اللي هو شايفها عظيمه وكبيره هي مش حقيقي، فندي كل حاجه حجمها. عرفتوا ازاي يا جماعه؟ ونبدا نمشي باليسر في حياتنا. عشان نمشي في اليسر لازم نمشي مع فلو الحياه او في تدفق الحياه. مشينا عكس التيار عشان نوصل اللي احنا عايزينه مش هنوصل وهيتهلك عمرنا، وفي الاخر هنحس بالضيق وهيجي لنا الاكتئاب وهيجي لنا الحزن وهيجي لنا الخوف وهنضرب في اللي حوالينا وهنكون زعلانين وهنحس ان ربنا غضبان علينا وهو انت اللي بتعمل معانا كده يا ربي. وهي المشكله سبحان الله انه ربنا سبحانه وتعالى سايب لك كل الاحتمالات، ولكن انت عشان ما عندكش علم
العسر هو بيكون طريقك. فده لايف بسيط حبيت اشارككم فيه النقاط البسيطه دي. لما تلاقي الدنيا متقفله في وشك اعرف ان في سبب ما، حاجه معينه انت رافض انك تتوسع فيها. دور على هذا الشيء وابدا اقبل الوضع زي ما هو، وبعد كده اطلع من الوضع بقى، اطلع منه فكريا وابدا دور افك المشكله والمعضله دي ازاي، وابدا اشتغل على نفسك بالترتيب، وواحده واحده واحده حطهم في نقط الحاجات اللي انت عايز تعملها بسيطه، نقط بسيطه، وكل شهر حاول تمشي نقطه تمشي نقطه تمشي نقطه، واللي يتيسر معاك واللي يتيسر معاك اعرف ان هو ده طريق اليسر بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ان لقيت طريق العسر اعرف انه من نفسك مش من ربنا، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اليسر وهو العظمه وهو العطاء كله وهو الرحمه كلها، وهو اللي فاتح لك كل الابواب. ولكن العقل بتاع الانسان محدود، عقل الانسان محدود، وعشان العقل ده يكون عنده بيانات يقدر يساعدك عشان تمشي في مجريات الحياه لازم عليك انك تقرا وتتعلم. ده لايف بسيط وحبيت اشارككم بيه، وشكرا لكم وشكرا للمتابعه. مع السلامه، باي باي.